في بلاد بعيدة عن الوطن، شباب صغير تحت سن ال18 بيقرر يغامر بحياته في مركب وسط البحر، هربا من واقع صعب وحلما بمستقبل مجهول. الهجرة غير الشرعية مش مجرد عنوان في الأخبار، دي حكايات حقيقية فيها خوف وفيها أمل وفيها وجع. في الفيديو ده هتسمعوا أصوات ناس حقيقيين من مصر، تونس والمغرب، شباب قرروا يحكوا تجربتهم مش عشان يشجعوا حد، لكن عشان ينبهوا ويوعوا ويقولوا الطريق ده مش سهل ومش دايما بيوصل. الصور اللي هتشوفها مش تمثيل، دي من قلب الحدث، والمشاعر اللي هتسمعوها خارجة من قلوب لسه بتدق ولسه بتحلم. انا لابسين بالله يا رب يا رمدول أنا حمد، شاب مصري عايش في إيطاليا، طالب هندسة ميكانيكا وصانع بيتزا. بحاول من خلال المحتوى اللي بقدمه أوصل لكم صورة حقيقية عن حياة المهاجرين وأعرفكم على ثقافات مختلفة وتجارب ناس حقيقيين بأسلوب بسيط وهادف. الهجرة عموما الناس اللي بتيجي هنا بتقابل ايه وهم جايين، وبيبقى الموضوع صعب ولا سهل؟ جاهز يا صاحبي نزود سطر جديد في كتب التاريخ. لو المحتوى ده لمس فيك حاجة أو حسيت إنه مهم، ما تنساش تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلونا نسمع ونفهم ونفكر قبل ما نقرر. أنا سلمى من تونس. أنا رضا من المغرب. أنا عزيز من تونس. ولا بيصحوا من النوم يلاقوا نفسهم جم في ايطاليا على طول كده زي ما اغلب الناس بتفكر؟ انور بقى يحكي لنا عن ما يفكرش يعني هو يجي يركب مركبة وخلاص يوم ويوصل، لا، مرمطة في ليبيا، مرمطة وفي البحر مرمطة وماشي على كافة عفريت. انت ازاي خدت قرار اصلا في ان انت تيجي ايطاليا؟ أخدت قرار وأنا صغير، يعني واخد ماشي من مصر عند 14 سنة، بس أخدت القرار عشان كانت المعيشة بايظة والدنيا وكانتش الدنيا ماشية تمام يعني، وأنا من صغير وانا ما كنتش شايل العيله والدنيا عشان ابويا الله يرحمه ميت والدنيا الله يرحمه. لقيت نفسي بشتغل 3000 مش عارف 2000 جنيه في الشهر، ما بيعملوش حاجه على قد الراحه. 3 سنين يعني بقفل في 3 سنين. 3 سنين وانت عندك كام سنه اصلا؟ 17. عندك 17 سنه ونص يعني 14 سنه خرج من مصر. الخطوه جت ازاي؟ اول خطوه ان انت تيجي ايطاليا واحنا اتجمعنا احنا واصحابنا، كنا لسه صغيرين يعني مش فاهمين برضه قوي الدنيا، يعني مش عارفين يعني بحر والدنيا برضه مش ايوه شايفين الناس بتروح وتوصل وصور والحوارات ديت. نفس الكل. نفس المشكله اللي برضه اللي حاصله في اليومين دول. المهم بعدين اتكلمنا مع صحابنا وكلمنا راجل كده، وبعدين قلنا له عايزين نسافر وكده، قال لك 120,000 5 ايام 120,000 والدنيا 120,000. بعد ما قلت له اهلك مثلا كلمتهم ولا مشيت من وراهم؟ لا انا مشيت من وراهم. مشيت من وراهم. مشيت من وراهم عشان انا لو انا كنت كلمت الجماعه ما كانش حد هيرضى، عشان كانت لسه انا ابويا الله يرحمه كان لسه ميت، الله يرحمه له فتره وانا الكبير خايفين يعني والدنيا. انا كلمت مع امي وقلت لها ما قبلتش، اكيد 100% مش هتقبل. الناس اللي شاركوا في الفيديو ده حكوا تجربتهم بإرادتهم الكاملة، والهدف من الكلام ده هو التوعية مش التشجيع ولا الإدانة، والفيديو معمول عشان يفيد مش يضر، واحنا بنحترم شجاعتهم وبنطلب منكم تحترموها كمان. بعدين امي يعني كانت بتنصحني وتقول لي هنمشيك بس اما تكبر وكده وتتم السن والحوارات دي. برضه اول مره رحت ورجعت عشان قلقت على امي وكده واتصلت. وصلت لحد فين اول مره؟ وصلت لحد السلوم. وصلت كنت لحد لسه اركب العربيه اللي توديني بقى نخش على ليبيا والدنيا، ما الجماعه اتصلوا فاهم القلب حن فيها ورجعت تاني. رحت قعدت في السلوم اسبوع، بعدين دخلت على ليبيا، دخلت على طول. هم بقى اللي عدوك بالعربيات عدينا يعني؟ بالعربيات مشينا شويه على رجلينا وحوارات. الشويه دول انا حكيت لهم في الفيديوهات بتاعتي عن رحلتي. الشويه دول انا اللي جابني هنا اصلا كلمه الشويه دول، يعني الناس مفكره ان انت خلاص بقيت في السلوم وصلت ايطاليا. لا ما انت بتمشي لك حوالي ايه اللي يوم. بيحصل بقى؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ انت دلوقتي قعدت اسبوع في السلوم، ايه اللي حصل؟ ولا كان اسبوع عامل ازاي مثلا؟ احنا قعدنا اسبوع، الناس كانت يعني كريمه معانا شويه، في بتوع السلوم كان لسه مسروه والدنيا. بعدين لما رحنا ليبيا شفنا البهدله كلها، يعني احنا بدانا من السلوم مشينا حوالي يوم ونص على رجلينا. يوم ونص على رجليك عشان كان في حكومه والدنيا وكده، ما عرفناش نعدي في التاني. يعني احنا مشينا نمنا الليل صبحنا الصبح وصلنا. مشينا برضه حوالي يوم تاني في الهضبه والحوارات زي دي عشان العربيات ما ينفعش تمشي، كان في برضه حكومه والدنيا واللي كل ده في قلب الصحراء. قلب الصحراء يعني. الاكل والشرب ما فيش حد خليه نفسي ياكل بقى، انت مش قادر. احنا كنا شايلين الشنط بنرمي الوزن عشان نقدر نمشي. دخلنا كده على اوضه هناك، قعدنا نص يوم وبعدين خدونا بقى على المخازن شويه، نتلاقي على المخازن مخزن ورا مخزن، عشان قعدت هناك نص سنه في المخازن وكده. 6 شهور.
في مخازن في ليبيا 6 في ليبيا، شهور. بس مش مخزن واحد. قعدنا في الاول كانت الدنيا جميله واكل جميل والدنيا جميله، بس بقى مع الايام والدنيا بقت تتاخر والمركب مش عايزه تطلع، الدنيا بتتدهور مفيش اكل. وقعدنا برضه مره اسبوع كده، كنا حوالي 200 بني ادم، كنا نصنا مسروه وباكستان والجماعه دول بنجلاديش. قعدنا 3 ايام من غير ميه وشرب، كنا بنشرب من ميه البحر. ميه البحر. ميه البحر هنا مفيش ميه، كنا بنشربها غصب عننا. لا لا لا. بعد كده قعدنا برضه في المخازن وخلصنا. 6 شهور ما اشتغلتش بقى ولا اي حاجه، قاعد بس ما قاعدين في بس. ناس مننا اشتغل، انا كنت صغير ما كانش راضيين يطلعونا حتى نشتغل، فاهم؟ بس هم أيوة. كان يعني ما ساعدوا معاك شويه يطلعوك تعمل اي حاجه كده. بس انا ما كنتش انا كصغر من صغير، الجماعه اللي كانوا صغيرين كنت فضل قاعد صغير ما ينفعش اطلع اعمل اي حاجه. 14 سنه 4. بعدين جه ميعاد المركبه، مشينا حوالي 12 ساعه لرجلينا او مش عارف 8 ساعات لحد ما وصلنا للبحر تحت. كنتوا كام واحد؟ كنا 650 مركبه. 650 بني ادم، كنا بجرافه 650 بني ادم على مركب واحده. على مركب واحد. بعد كده المركب قعدتوا لكم كام يوم في البحر؟ انا عن ناس قعدت لنا 8 ايام ونص 8 ايام عشان ونص. المركبه بتاعتنا بتاعت قلب البحر، والسواق ما رضيش يقول لنا. عرفنا اللي بعدها بايه؟ رابع يوم لما كان عدل الطريق، فضل 3 ايام يعتبر بيلف في ليبيا في الحدود بره. بيلف في بالمركب. تاه مش عارف الطريق. تايه مش عارف الطريق في قلب عارف. البحر. واحنا هو خايف يقول، واحنا شايفين الجبل اللي احنا عدينا عليه كذا مره، عدينا عليه حوالي 4 مرات يعني، فاهم؟ مستغربين نفس النور ونفس الدنيا، هو مش عايز يقول له. مش عايز يتكلم. ده الكلام ده قعد كام يوم بتقول؟ 3 ايام. 3 ايام بيلف بس. المفروض احنا نوصل في 3 ايام ونص، بس قعدنا 8 ايام ونص. 8 ايام ونص. على بقى مثلا ما جمع تاني وجمع الدنيا وشاف البوصله وظبط دنيته لحد ما طلع رابع يوم بقى مسك الطريق. رابع يوم مسك الطريق واتكل بقى على الله في البحر. بعد 8 ايام ونص كنت هنا في البحر بقى. ايه اللي حصل بقى في البحر؟ احكي لي بقى شويه عن البحر واجواء. افتكر كده، ارجع فتره لورا واحكي لنا بقى ايه عن اجواء البحر كده عامله ازاي في المركب. يعني انا حكيت لهم قصتي، فانا عايز اسمعهم برضه قصه ناس تانية، قصص مختلفه عشان يبقوا عارفين الحقيقه، ما يفكروش ان انا بس اللي حصل كده فانما الباقي كله سهل. لا، الباقي كله صعب. لا، هو عن طريق صعب يا جدعان. المهم احنا كنا في المركبه والدنيا، احنا اول 3 ايام زي ما قلت لك كنا تايهين والدنيا. ركبنا الطير بقى الرابع، الطير خدنا جوه في قلب البحر. الموجه كانت عاليه، المركبه كانت بتبص تغطس وتطلع، يعني كان خوف بطريقه بنت مرة. كانت يعتبر لها اخر طلعه عشان خلاص زي ما كانت تعبت مننا برضو في نص الطريق. فضلنا نقطع حوالي يومين برضو في نص الطريق، فضلنا يومين نفضل برضو نقطع بالميه ونرمي برضو. كنت بتقول لي ان انتوا جايين، كنت بتقول لي انت جاي انت واصحابك، كنتوا كلهم برضو نفس السن، كانوا 14 سنه وكده ولا كان في ناس احنا كبيرة؟ كنا بص، انا كنت 14، كان في 13، كان في 12 كان في 12 13 سنه. و12 كنت صحابك يعني؟ كنا اصحاب كده مع بعض. احنا كنا 4. 12 و13 و14 السن كلكم صغيرين. كان في ناس يعني على المركب كان في شباب تانية صغير، عيال صغيره. كان في صغير وفي كبير. لا احنا كان الاسر ما ركبتش معانا عشان المركبه كانوا خايفين منها. المركبه بتاعتنا كانت طالعه ومتخاف منها اصلا، يعني هي راكبه واصلا في مش احتمال عارفين ان هي تغرق. الله اعلم، فيها احتمال ان هي تغرق. هم عاملين المخاطره كده، واخدين الريسك. خدوها وخلاص وعبوا على قد ما تقدر. هي المفروض تشيل 450 اللي احنا نعرف. المفروض 450 دول كتير على فكره. ما انا عارف، بس هي شالوا لنا 650 فاهم. 650 بني ادم. والموجه وحشه قوي فاهم، والدنيا كانت يعني كنت بس انت قاعد على كفه عفريت مش عارف دنيتك، والله اعلم، سايبها على الله وراكب سايبها على الله. لا تموت لا تعيش. الاكل والشرب انت مالكش نفس تاكل، ما فيش لمده 4 الاكل جاي. العيش بايظ، عيش بايظ يعني فاهم. عيش محمد بايظ، وجبنا مثلثات ومربى في معلبه كده في علب صغير. المركبه لوحدها شايله 650. هم حطوا شويه اكل كده وخلاص، وقعدنا في اخر اليومين لنا ما كلناش ولا شربنا، ما كانش فيه ميه، كنا بنشرب بالغطا الازازه كده في قلب المركبه. وبنجلاديش والباكستان ما كانوش بيعملوا مشاكل يعني المركبه بتاعتنا كانت هاديه ماشيه على كفه عفريت. بقول لك يعني الناس كانت ماشيه خايفه، يعني الناس قاعده خايفه، واللي بيصلي بقى واللي بيبص على الله واللي بيسبح بقى واللي قاعد واللي بيخمر. الحمد لله المهم عدت على خير. عدت بعد الحمد لله. وصلت بقى بعد 8 ايام ونص، وصلتوا فين؟ ولا عشان تنزلوا ضربتوا شط ولا طلبتوا لا استغاثه؟ الاستغاثه جت لنا بعد نص يوم يعتبر. بعد ما طلبتوها يعني ما كانتش جت لنا كنا خلاص المركبه كانت بتغرق مننا. لو ما كانش جم كنا طلبتوا يعني المركب. الاستغاثه جت لنا بعدين خدونا، بس كان حصل هيجه بقى. المركبه كانت هتتقلب، كله راح على الاستغاثه جايه ناحيه اليمين، كله راح على يمه اليمين عشان كله عايز يركب. كله عايز يركب، وفي اللي ازح في الماء عشان يلحقوه. ايوه. وبعدين ركبنا كلنا
بس عدت الحمد في لله. الاخر ما حدش غرق يعني؟ لا الحمد لله، بس في واحد معانا باكستاني صغير مات لوحده كان متربي، وكان قاعد معانا تحت في الثلاجة، في ثلاجة تحت بتاعت الثلاجه السمك اللي ديت. الدور اللي تحت. كان قاعد معانا تحت عشان كانوا حاطين يعتبر الصغيرين كلهم اللي تحت السن تحت، وانا كنت قاعد من النوم برضه شويه نطلع نشم شويه هوا وننزل تاني هي وكده. مركب كانت دورين ولا مركب؟ كانت دور 3 ادوار. مركب الدور اللي 3 تحت بتاع السمك، ثلاجه الثلاجة اللي تحت حاطين فيه الاطفال. واللي فوق محطوطة متسخة، واللي فوق الدور الثالث والدور الثالث مليان. كان مترسة خلاص، سامعين صوت الزقزقة. ووصلتوا الاستغاثه، وصلوكوا على سيشيليا وصلنا ولا؟ سيشيليا. في موضوع شائع بقى بين الناس يعني مثلا عندنا في الشرقيه الشباب الصغيره بتيجي تقول لك بقى ده انت الاطفال هناك بياخدوهم بياكلوهم ويشربوهم ويدوهم فلوس في الشهر وي 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 وي. هو الكلام دوت في منه مش كله حقيقي، فاهم؟ في امكنة يعني مراكز استقبال، في امكنة بتاخد وفي امكنة ما بتعملش حاجة، بس الكلام كله مش كله صح. قليل لما تلاقي الحاجات دي دلوقتي عشان الحاجات ديت مش موجودة وكده. احنا اول ما دخلنا على المركبة الكبيرة بتاعتهم بتاعت الطلاينة جابوا لنا مكرونة. اول ما دخلنا مكرونه، فاهم؟ معلبات كده. فضلنا نقف عشان بقى لنا يومين ما اكلناش. كلنا انا الواحد عن نفسي اكلت 5 علب، العلبه قد كده. ايوه يعني كنا 5 علب بس كان في يعني متاح، كانوا المهم يعني ان كان في اكل هو جنبه. كان فيه الحمد لله. وحتى بقى خدوا كبار ركنوهم لوحدهم، والصغيرين خدوهم لوحدهم عشان يغطوهم. أيوة. الكبار استحملوا عارفين، الصغيرين بقى خدوهم وغطوهم والدنيا كده. بعدين الحمد لله وصلنا شيشيليا ودخلنا كامب كبير في حوالي 1000 بني ادم. كامب كبير، في ناس بقى كتير جوه. انا عن نفسي هربت من الكامب. من الكامب عشان اجي هنا النورد، هنا جملانو وكده. جيت هنا لما جيت هنا ميلانو رحت لحد تعرفه ولا الكوميونتي؟ انا رحت لعمي. انا عمي هنا بس، فاهم؟ عمي قعد ما اقدرش اتقل عليه، قعدت اكتر حاجه اسبوع عشان هو برضه قاعد في سكن وايجار والدنيا أيوة. بايظه، فاهم؟ يعني حد وقع بيفرحوا له، فاهم؟ يفرح اللي هو وقع خلاص، ويتمنى اللي هو فاهم يترحل حاجه زي كده. انا مش عارف اقول لك ايه، ولكن الحمد لله انها عدت على خير. الحمد لله. يا عم انت لسه نزلت مصر ولا لسه؟ لا لسه ولا مره؟ ولا مره. قول نصيحه طيب للشباب. هو انا انصح اي واحد في مصر يعني ما يفكرش البحر سهل، يعني فاهم؟ ما يفكرش يعني هو يجي يركب مركبه وخلاص في يوم ويوصل. لا، مرمطه في ليبيا، مرمطه وفي البحر مرمطه، وماشي على كافه عفريت انت وسيبها انت ونصيبك. بس انصح اي واحد ما يجيش على طريق ليبيا عشان طريق ليبيا خطر خطر خطر. اللي عايز يجي قانوني يخلص ورقه ويروح يخلص دنيته ويتم سنه، فاهم؟ يجي هنا على الشغل على طول يعمل ورق، يجي يعني يجي بطريق شرعي. يعني لو جبت طريق شرعي يلاقي الدنيا اسهل. الدنيا اسهل، لا يكون معاه ورق ودنيته، عشان ما يجي هنا هيتمرمط في الورق وحوارات. صعب تاخد الورق هنا بالسهوله، يعني مش بالسهوله تاخد الورق على طول. زي ما انتم سمعتوا من انور، دي قصته ودي رحلته. وطبعا في حاجات كتير قوي هو اكيد شايلها جواه مش عايز يقولها ولا هيقولها، وحاجات بتدفن. أنا سلمى من تونس. أنا رضا من المغرب. أنا عزيز من تونس. دلوقتي بقى هنعرف الرحله بتتم من تونس ازاي، لان انا عن نفسي ما عنديش اي خلفيه اصلا عن الوضع من تونس بيبقى عامل ازاي. فهيحكي لنا عن الموضوع ده اخونا عزيز. السلام أهلاً بيك عليكم. أخو حبيب. حبيب سالم حبيب يا سالم. انت عندك كام سنه عزيز؟ والله عندي 18. 18 سنه. تعرف تحكي مصري كمان؟ بحكي مصري. انا عندك كام سنه؟ 18 سنه. 18 سنه؟ تعالوا امسك قدم بقى الميكروفون لو مش تسمعوني كويس فاسمعوا الشباب. 18 سنه. 18 سنه وانت بتقول كام؟ انا 18. 18 سنه. انتوا هنا بقالكم كام سنه؟ انا عمري 16 سنه جيت. 16 يعني انت هنا بقالك سنتين. وانت عزيز؟ أنا جيت عمري 17 أنا عندي في إيطاليا عندي 8 شهور. يعني لسه قريب مش بعيد. مش بعيد، لسه جديد. جات ازاي الفكره في ان انت تيجي ايطاليا؟ ايه اللي جابك ايطاليا؟ والله شو نقول لك، نحن البلاصة اللي نسكن فيها هنا فبرشا ناس يطلعوا منها معناها على إيطاليا كل. اسمها المهدية البلاصة اللي أنا فيها في تونس. انت في الساحل. على الساحل. عندي ولاد حومتي ديما خارجين، وولاد عمتي كتير من الناس، وانا حبيت اطلع ايطاليا وحبيت نشوف ايطاليا وحبيت نشتغل ونساعد البيت وكذا. نفس يعني كل نفس برضو المشكله. نفس المشكل نفس المشكله، المرتبات، الظروف، نفس الاوضاع يعني. ولا حقيقة معناها كنت نقرا في تونس. يعني ايه نقرا؟ كنت بدرس. كنت بتدرس؟ كنت بتدرس ايه؟ كنت بدرس مدرسة عادية في المدرسة. بعد لك خرجت من المدرسة رحت مدرسة متاع حلاق.
مدرسة حلاق. تعلمت الحلاوة كل شوية شوية، وحتى التوا قاعد نتعلم. ايوه. جاتني فكرة نهار مشيت قلت لبابا، قلت له راني نحب نحرق ونحب نمشي لإيطاليا ونحب نبدل وضعي وكذا. فهمت لي لا واني منسلمش فيك وكذا وما نحبكش تخرج خطيرة الحكاية ذي. ايوه. انت كمل 18 وانا حنشوفوا لك كونترات وكل وتخرج من تونس مضمون بطائرة شرع. فانا ما عرضته الحقيقه، قلت له راني نحب نخرج بحر نخرج دلوقتي. راني انا ما دامني مازلت مينير ومازال عندي الوقت. عشان عارفين حاجة تانية إيطاليا. فهمت. عشان كان في دماغكم ايه بقى عن ايطاليا؟ الشباب بتوع تونس يعني بيسمعوا ايطاليا بيجي في دماغهم ايه؟ حاجة تانية أحسن من الجنة. انا واحد من الناس استغفر الله كنت نشوف ايطاليا الحقيقه حاجه اخرى باش تبدل لي حياتي باش نوصل لايطاليا. وبعدين خلاص وافق في الاخر، عرضته ووافق انه هو. حكيت مع بابا وحكيت مع امي قنعت ابويا وكذا. فهمت. وبعدين اخذت بقى الخطوه ازاي؟ بعدين بابا مشي حكي مع واحد في تونس يخرج مهرب. حكينا قعدت 6 شهور مستني. انا اول ما عملت 17 كانت يعني بيتنا مشي بعيدة ياسر على البحر ومن البلاصة اللي باش نخرجوا منها. ايوه. قعدت 6 شهور نستنى اللي يعني باش نخرج من الرحلة تجهز. كنت نمشي يكون في البوليس نروح. ايوه. مشيت ممكن 3 مرات في 6 شهور. بوليس البحر. بوليس البحر مش ممكن نخرج يعني. أيوة. بس ما تمسكتش. ترجع البيت. نروح نرجع البيت في يومتها في اليوم اللي نروح فيه. قعدنا نمشي ونجي. المرة الأخرانية صاير قلت هذه آخر مرة وصاير كان ما كتبش باش نرجع فلوسي ونعمل كيف ما قال لي بابا. كام في تونس؟ 2000 يورو. 2000 يورو و1500. 1500 يورو. 2000 يورو. تقعد قد ايه في البحر؟ 11 ساعة. 11 ساعة. انت؟ يعني 15 ساعة. بتركبوا مراكب صغيرة. تنوريكم بعد فيديو اوريكم الفيديوهات. واحدة هذيك ونحن عرفنا شبر انا لابسين بالابيض. بعدين بعد يعني 15 ساعة وصلتوا من تونس. لا. سيشيليا برضه بتوصلوا ولا؟ لا نحن يا لامبيدوزا او بنتلاريا. بنتلاريا قريبة لتونس زاد تابع ايطاليا قريبة لتونس. تبع ايطاليا. مش ما بتجوش على ناحية سيشيليا خلاص لامبيدوزا؟ نو سيشيليا هتوصل هناك تحب لك يوم باش توصل سيشيليا. والا لازم يكون الموتير لازم يكون قوي ياسر باش توصل. فهمت. فما شكون يهزك مثلا من تونس لسيشيليا برشا فلوس وتلقى روحك 3 ساعات 4 ساعات تلقى روحك في تونس. 3 ساعات 4 اما تدفع برشا فلوس كثير. تدفع. المركب الصغيرة اللي انت جاي فيها كان معك كم واحد؟ كنا 40 واحد. 40 واحد على مركب. كانوا يعني مركب كانت صغيرة 40. أنا صارت لي قصة في البحر. ايه اللي حصل في البحر؟ كنا الحقيقة كنا نمشي وعلى أساس نحن عنا 12 ساعة وأقل باش نوصل. تمام. فاهم. مشينا بنعنا من البوليس متاع تونس دخلنا الحدود الإيطالية. في الحدود الإيطالية قعدنا ندوروا في نفس البلاصة. معنا ما شفناش لا لامبيدوزا لا سيشيليا. مش عارفين انتوا رايحين فين. مش عارفين. ومعنا البنزينة تقولوا انتم. البنزينة بدات تخلص مازال لنا واحد بنزينة كذا. اي. ونحن مش قاعدين نشوفه في سي في البر مش قاعدين نشوفه في البر. مش قاعدين نشوفه في لامبيدوزا اللي نحن ماشيين لامبيدوزا. ما لقيناهاش. اش عملنا وكيفاش نعملوا؟ الرئيس ما يعرفش يسوق هذايا الرئيس والله لا ما يعرفش يسوق. اش عملنا نحن غادي؟ جي واحد كان معناها خارج معانا عاوز يروح ايطاليا مثلي انا مثله. قال الرئيس انت اطلع من الموضوع حسوقان. اقسم بالله والله. كاو الرئيس الحقيقه عطاه قالوا تصرف. اش عملنا نحن رينا فلوكه متاع صياده يعني يصطادوا جماعه يصطاد. رحنا لهم رحلهم الولد هذا اللي كان معنا راح لهم
وسألناهم الحقيقة، قلنا لهم قالش ما زالت بعيدة إيطاليا، والله يخليكم عاونونا، ادونا المية ادونا الخبز وكلمونا اللي باش يعاونونا، اللي باش يجيو ياخذونا الاستغاثة. حاسيلو جاونا هذوما الاستغاثة، وبعد كاكا ساعة ونحن في البحر، من بعد ما جاونا هذوما اللي باش يعاونون البحر، وهما قالوا لنا أول ما راكم باش تشوفوا وحدك فما وحدة تدور تاع الرادار، هذيك السكادرة اللي باش تعاونكم باش تهزكم لإيطاليا. رانا مركب على أساس رايحين له، على أساس هي خاطر فيها هذيك الرادار. ايوه ظهرت بتاع إيطالي، مركب بتاع مركب صيد، واحنا قريب نوصلوا الإيطاليين هربوا، خافوا من أقسم بالله خافوا من فدي مشكلة. بعدها بالضبط بنقول لك أقل من نص ساعة والراوة ذي متاع الاستغاثة جاء، كنا 40 واحد، الناس كل فرحنا، طلعتنا والحمد لله يا ربي. وصلنا لامبادوزا، خدوك على لامبادوزا وبعد ما وصلت على لامبادوزا اللي حصل؟ وصلت لامبادوزا مشيت هزونا من بعد 3 أيام ممكن ولا نهارين. جابوك على فين؟ هزونا سيشيلي، على سيشيلي، بلاصة اسمها آنا في بياتزا ميرينا. في سيشيليا. وبعد كده اللي مشي بقى. وانا لسه لي 4 شهور، انت من 18. يا ودي يحرقني. هاي اللي شافتنا. ايوب سالم بقى رحلته برضه مختلفة شوية. عزيز قال لنا انه قعد 12 ساعة، سالم قعد 15 ساعة. لا انا العكس. خدت القرار ازاي ان انت تيجي ايطاليا؟ انا نشوف انا في اصحابي اللي خرجت لايطاليا، انا قلت انا نروح معهم. اما بقى بصور في ايطاليا وعند الدومو ايوه زي كده. انا عمري دلوقتي 18 سنة، 4 نوفمبر نعمل 19 سنة، سنتين في ايطاليا عملتها بالامس. برضه يعني ما قلتليش خدت قرارك ازاي؟ شفتهم كده فانا عايز اروح ايطاليا، عملت ايه بقى اول ما قررت؟ حتى انا عاوز اني انا نعمل مستقبلي ايضا. عايز تعمل مستقبل عيله، مستقبل فاميليا، حتى العربيه، بيت. اما بيت الحمد لله عندي. اما عايز تعمل بقى نزاهه بقى وفلوس ويورو. أيوه. نعمل مستقبل وبلد ثانيه تغير حياه يعني. ايوه. خدت برضو القرار ازاي يعني رحت فين عشان تسافر؟ انت كنت منين؟ من تونس؟ انا من منستير. منين؟ من منستير. ايوه انا من منستير ايضا، حتى احنا في البحر جنب بعضنا نحن. جنب حتى على البحر انت كمان يعني؟ ايوه على الساحل برضو. عملت ايه بقى؟ كلمت اهلك ولا ما عرفتهمش؟ ايوه كلمت اهلي، عارفين، هم ايضا ساعدوني على الفلوس. هم ايضا ساعدوك على الفلوس يعني. 1500 يورو برضو دفعت ولا 2000 يورو؟ 2000 يورو عشان انا دفعت انا مليون، دي 300 يورو. مليون يعني 300 يورو. ايوه دفعتهم دوكم عشان انا اتمسكت في البحر اول مره. ايوه اتمسكت في البحر اول مره، فتدفع 300 يورو. ايوه. تدفعهم لمين؟ للبوليس؟ تدفعهم لا مش للبوليس، تدفعهم عشان المركبه والموتور مش بلاش. ايوه فراح لازمك تديله فلوس اذا حتى تمسكته. ايوه تمسكنا اول مره، بعد 3 ايام انا رحت عودت رجعت البحر بنفس البقعه اللي تمسكت منها، وخرجت من الساعه 1 نتاع النهار. الساعة 1 في النهار مش؟ ايوه الناس كلها بتبيبلنا تقول لنا السلام. اي الناس واقفين وانتم ماشيين قدامهم مع السلامة عادي كده. وعدت سهلة يعني بالنسبة لك؟ عدت لي سهلة. كنتوا كام واحد على المركب؟ نحن كنا 30 واحد. نحن الرحلات التوانسة كلها زي بعضها. اذا انت تشوف الرحلة بتاع هذا زي الرحلة بتاعتي بالضبط، زي المركب زي الموتور زي كل حاجة. وصلت برضه على لامبادوزا؟ نو انا وصلت انا بنتلاريا. على بنتلاريا. ايوه. وبعدين هناك انا قابلت واحد مغني ايضا في البنتلاريا. واحد مغني؟ ايوه. تحية لحسن جنيو. تحية لحسن جنيو. ما عرفوش بس اللي يعرف حسن جنيو يا جماعه يوصل له التحيه بتاعت سالم من ايطاليا. فلقيت الناس بتعيط، انا قلت المركبه اتكسرت ولا حاجه زي كده، مش فاهم ولا حاجه، لسه فاهم من النوم. فطلعت فوق قلت ايش في؟ يعملوا لي طلع البنزينه، في خيط لعد البنزينه. ايوه تسد. تمام. في واحد داس عليه ما عادش يوصل بنزين الموتور. البنزين. ايوه. من هناك نحن رجعناه ورجعنا نحن نمشي لايطاليا. رجعت انا نمت انا
تاني وصحيت لقيت نفسك في ايطاليا. صحيت لقيت ابوي يكلمني قال لي فينك؟ قال لي ما تقوليش انت لسه في تونس. قلت له لا انا في ايطاليا. يعمل لي زي كلمتك. قلت له والله في ايطاليا. ورجعت نمت. بعد نصف ساعه الجماعه تقوم فيها قالت لي رنا نحن في ايطاليا. جاتنا جونا 2 سكرانين بنات. ايوه جونا ادونا ميه وكلمونا الحكومه. انتوا جيتوا على الشط ودنتكوا واقفين يعني؟ قعدنا كده على الشط. نحن وصلنا في ايطاليا الساعه 3 الصبح، ما في ولا واحد يعني ما يجي لك ولا واحد. 3 بالليل يعني؟ ايوه 3 بالليل. ايوه 3 بالليل. وبعد كده استنيتوا الحكومه لحد ما جات لكم وخدوكم أيوة. بقى ودوكوا على مراكز الاستقبال. ايوه يعني. اخذوا منا التليفونات يومين. بعدين رحت سيشيليا عاودوا اخذوا منا التليفونات يومين ثانيه. ابويا تفزع. ما في يعني. فين سالم؟ راح فين سالم؟ ايوه 4 ايام ما عنديش تليفون. بعد كده جابوا لكم هدوم جديده ولبس واكل وشرب؟ لا ولا جابوا لنا اكل وشرب. اما هدومي هي هدومي. هدومك هي هدومك. ايوه. وبعد كده كان معاك انت هدوم جاي بيها من البيت؟ ايوه اكيد اكيد. بالنسبه حتى لياني سهل. بالنسبه لتونس سهل. شوف المصريين جوهم صعب اكثر عشان خاطر رحله كبيره من رحلة مصر. معك اصحاب يعني والمصريين ونعرف الحكايات وكل شنو صار وشنو ما يصير. صعيبه راي من مصر لليبيا ومن ليبيا لايطاليا صعيبه على الاخر. تلقى روحك مش في بلاد مش في بلادك وماكله ما تاكلش الناس ولا تشرب ولا اي حاجه. ريت صحيح حتى نحن رانا في تونس يموتوا برشا ناس يموتوا. كان في عندكم في تونس كلكم انتوا توانسه بس ولا كان في شباب؟ لا نحن توانسه بس. يجيوا افارقه كثير افارقه بس ما يخرجوش مع التوانسه. يخرجوا لوحدهم. يعملوا ينظموا. واكثر ناس يموتوا في تونس هم الافارقه. الافارقه نلاقوهم حتى في الشط ميتين. وعندنا برشا راهو والنسكناني كل مره البحر يخرج جثه راه نتاع افريقي ولا نتاع تونسي ولا حاجه. برشا ناس تموت الحقيقه. اما راك انت تحب تحرق لازمك تعرف تحط سقاك. انت تحب تحرق لازمك تعمل يعني لازم تعرف نفسك. تعرف نفسك اللي انت جاي لايطاليا. ترميش نفسك للهلاك. لازمك اللي تحكي مع المنظم تقولوا له في حد تعرفوه توفى؟ ايوه انا عارف. الله يرحمه. يعني الله يرحمهم. الله يرحمهم جميعا. انصحوا بقى ايه الشباب المصريين برساله والشباب التوانسه كمان برساله. اللي عاوز يجيب بحر نبدأ. اللي عاوز يجي بحر يجي يعني في حاجة مضمونة. يعني اللي عاوز يجي بحر يجي في حاجة مضمونة. ما في عارف شو يعني مضمونة يعني. أيوة. مضمونة. خلينا نقول لك أي حاجة. رد أفريقيا الكل راهي إيطاليا أحسن بكتير من أفريقيا. الآخر في البلايص صحيح لنا فما الراسيست اللي هي العنصرية ذي راهي موجودة على الآخر. وأما الحقيقة الفلوس راك باش تجي لنا على أساس أنت باش تخدم وماكش باش تتكيف وماكش باش تشرب وماكش برشا حاجات كي الحقيقة باش تكون لنا في إيطاليا. حتعمل فلوس وحتعمل الحاجات الكل. لازمكش تسرع وما تعملش حاجات الوحشة باش تعرف تعمل مستقبلك عشان غلطة أوراقك ضاعت أو ما باش تعيش طول عمرك ضايع. شكرا يا شباب. أديكم سمعتوا قصة إخواتنا التوانسة. آدم هيقول لنا هو منين وإزاي قرر إنه يجي هنا. الدنيا جت إزاي معاه وإيه اللي حصل. هنا في إيطاليا بقى قد إيه؟ يعني 3 سنين. 3 سنين. أنا خارج من البيت اليوم الأول ما أنساه في حياتي. أنت عندك كام سنة الأول؟ أنا دلوقتي عندي 19. انت بقى احكي لنا انت بقى كله. انت بتحكي لنا الرحله هي بدأت فهم الناس في مصر الوضع عامل ازاي. هي الحقيقه بس يعني هو انت على كل حاجه يعني اول لما جيت هم بقى مش مصدقين بيقولوا في التعليقات لا انت مش عايزنا نيجي ايطاليا ليه عشان انت في ايطاليا. يا عم اللي يجي اصلا بيزعل حاجه بايد ربنا. في ناس هنا بتيجي وهي صغيره بتيجي يعني ربنا مسميها الرحله معاها تيجي تخش مدرسه تعمل لها ورق بتلاقي شغل ثابت فاهم. ديت بتبقى حاجه بايد ربنا. احنا مالناش دعوه بيها. انا الرحله بتاعتي بدات من يوم وليله والله العظيم. ولا كان في دماغي انا كنت في ثانوي عام في مصر ولا كان في دماغي ايطاليا ولا اي حاجه. جت كده من يوم وليله ابن عمي قال لي تعالى ايه على سفرك اوديك ايطاليا.
خدني طلع على السلوم، رحت دخلت ليبيا، شفت ده بقى دي بتتاكل كده بقى في النص. لا ما ناكلهاش كده بقى. انت بقى دلوقتي خدك ازاي كده؟ خدك شمال كده ماشي؟ لا خدك ازاي يعني؟ جه خد رايي وخد راي ابويا وامي وبتاع وكده، وهنسفره وبتاع وكده يعني. كلمة ليبيا ديت معروفة في مصر ايه؟ كلمة ليبيا، لكن ان هو واحد يعيش في ليبيا دي حاجة ربنا مكتبها على حد. اول حاجة ايه اللي حصل بقى؟ ولا جت ازاي اصلا؟ قول لي بس الاول الصعب لحد ليبيا وبعد كده قول لي ليبيا. حب يحسن من مستوى حياته ومستوى حياة اهله، فاهمني؟ يشوف مستقبل ليه بره. يعني انا كأدهم ما شفتش نفسي في مصر خالص. انا يعني كمستقبل ليا في مصر انا كان حلمي ان اخش كلية الشرطة. دخلت انا اخش كليه الشرطه وبتاع، مع ان ابويا واهلي كلهم كانوا في ظهري وهنجيب لك واسطه وندخلك احلى كليه وبتاع كده. بس انا كأدهم ما شفتش اشتغل نفسي في مصر ولا في تعليم ولا في اي حاجه، ما كانش ليا مستقبل. فجات لك الفرصه بقى؟ فجات لي فرصه قلت يلا وسيبها على الله. خرجت وانا عندي 16 سنه، يعني كنتش لسه بنت 16 يعني. سلمت على اهلك ومع سلمت السلامه على اهلي فاهم يعني مع السلامه. وبعد كده طلعت خدني بالعربيه وداني على السلوم. نزلت بقى يعني كانت اكبر فتره يعني من ساعه ما سابني في السلوم ده بقى بدات اشوف بقى رحله الموت، يعني طريق الموت. يعني قبل كده داخل على طريق الموت. نزلت السلوم، الناس اللي جم قعدنا في صحراء كده حته في جبل، يعني فضلنا قاعدين فيها. احنا وصل هناك السلوم كانت الساعه حوالي 12 واحده بالليل. لا الصبح كان الظهر كده. فضلنا قاعدين فيها لحد ما الجو بقى ضلم علينا. فضلنا قاعدين جايه تحت شجر وبتاع، فضلنا بقى نمنا وصحينا وبتاع. وبعد كده جم بقى الناس اللي بتوع السلوم العرب جم خدونا. يعني تبدا الرحله. نبدا بقى الرحله. اللي حصل بقى في الصحراء؟ رحنا بقى خدونا بتاع، جم عربيات خدتنا. يعني اول مره احس فيها فعلا ان انا هموت. سيب كده عشان ما يقولكش ده بيقرا. لا يا عم مره يا عم. لا ديت حاجه الواحد عاشها وبيحكيها، حتى لو مفيش قصه هتفتكر اللي احنا بنحكيه ده. جينا الله اكبر يا اسطى، دخلنا على السلوم، العرب جم خدونا. ركبنا العربيه، واول بقى ما ركبنا العربيه كنا بتاع حوالي 70 واحد على العربيه اللي انا بتدفع الرباعي اللي هي فيها كابين من ورا دي. عربيه اللي هي النص نقل و70 واحد واقف شبه الانابيب كلها. اقسم بالله يا اسطى، عارف انت كانك بترص الكراسي في الافراح كده. وكل واحد قاعد كده وواحد على رجله، وفوق واحد. انا بقى حظي الاسود كنت انا اصغر واحد فيهم. كله ركب وانا المفروض بقى اركب ورا. انهم لسه بحط رجلي على العربيه، ابص الاقي السريره بتاعتي الحكومه المصريه. الراجل بقى مش مستنى بقى مين يركب ومين ما يركبش، طار وانا نص جسمي في العربيه ونص جسمي بره على السرير، وماسك كده متعلق في العربيه. اقسم بالله ده كله حصل. جه بقى واحد راح جاي شددني من تيشيرتي من ورا، راح جاي مطلعنا على العربيه. وبعد كده رحنا، قال لك هنعدي الحدود المصريه، لو ما جاتش معانا نعدي فتره اسمه 7 وديان. نعدي على 7 وديان كده وبحر وحوار. ايوه جه ربنا استنى معانا من اول مره، وعدينا السور وبتاع وكده. عدينا السور وبتاع وكده. قعدتوا فيها قد ايه؟ عشان انا عديت السور برضه وبتاع وكده. احنا فضلنا قاعدين حوالي اكتر من 7 ساعات، نروح بسبب الجيش بقى حدود مصر. نروح ونرجع وفاهم. ونايمين على بطننا كل شويه يوقعوا. اللي كان الدليل بتاعنا كان عيل عرب قد كده اهو، عيل ما يجيبش 14 سنه، وسايق وراه اقسم بالله 200 نفر، 200 شنب ماشيين وراه. ولا كان 14 سنه، واللي كان بيتحرك كان بيضرب، كان بيموته ضرب. والله كان بيموته. ناس كبيره عندها عيال وعندها 14 سنه كان بيتحرك كان بيموته. فضلنا اكتر من 7 ساعات نروح ونيجي. فالمهم ما جاتش معانا سكه حوار اللي هو نعدي الحدود. قال لك هناخد 7 وديان. لسه رايحين 7 وديان سمعنا ضرب بالنار. كله خايف، انت فاهم تسمع ضرب بالنار. كل بقى واحد يروح في حته، الراجل راح جاي مجمعنا تاني. قال لك احنا هنعدي السور بس من حته ثانيه، يعني هنمشي مسافه ونعدي السور بس من حته ثانيه يكون ما فيهاش جيش يعني كده. رحنا راح جاي مفجرين السور احنا نعدي منه. اقول لك السور هو كان مخروم ولا هم اللي خرموه قدامكم؟ قصدي قدامنا بس. احنا كنا بعيد عن المسافه يعني. بس سمعنا الصوت هو بيفجر. جينا بقى عدينا اول لما عدينا السور اول ما عدينا السور قال لك اجري، ما فيش حد يقف. يبقى احنا بنجري هنا بقى الظباط المصري اقف يا ابن كذا يا ابن كذا، ويضربوا نار في الجو فاهم عشان نقف. وهو قال لك ما حدش يتفق وراه، كله يجري، هم مش هيضربوك بس كله يجري. اول لما دخلنا ليبيا، اول ليله دخلت فيها ليبيا، طلع لنا ناس باسلحه، ناس ليبيين. يعني كانوا على الارض وبتاع فالمهم هم كانوا عايزين يخطفونا
الناس دي كانوا عايزين ايه يخطفونا بقى ويكلموا اهالينا. طبعا الحوار ده بيحصل في ليبيا كتير، ان هم يخطفوا على في ليبيا وبتاع وكده. المهم ايه المهرب بتاعنا كان تقيل شويه هناك في ليبيا، لما تواصلوا معاه عرف ايه ياخدنا بتاع. دخلنا بقى المخزن. اول ما دخلنا المخزن دخلنا لقينا بقى ايه بشر. حصل معايا موقف في ليبيا لحد دلوقتي يعني دي بس. ده ايه ده؟ دي فتح من اول هنا لحد هنا كده في ليبيا دي؟ ايوه. ده ازاي؟ ضربة خرزانة يعني دي ضربة خرزانة في والله. انت عارف ليه؟ انت عارف السبب ايه؟ يعني السبب ان احنا كنا لامين الزبالة بتاعت المخزن ورايحين نرميها في عربية. ايوه. المهم احنا رحنا نرميها في الصحراء، فهو عمل الدايرة كده وولعها النار بنرمي عليها الزبالة. أيوة. انا بشيل الكيس وارميها على الدايرة، يعني الكيس بعيد عن الدايرة بتاعت النار شوية. ايوه. انا نازل رايح اجيب الكيس، الاقي واحد من ظهري جه فتحها. انا ما حسيتش ولا انا حسيت بالوجع لكن ما حسيتش ولا اتفتح. المهم لما روحنا رجعنا المخزن وبتاع بص الاقي ايدي كلها بتنقط في دم بقى بتاع. مش مثلا ياخدوني يخيطوني ولا بتاع يجيبوا فيها ايه. جايب قماشه بالتيشيرت انا كنت لابسه، راح جاي نقلعوا له وراح جاي رابطين عليها. فالمهم احنا فضلنا ماشيين صف واحد لحد ما وصلنا المكان ايه يعني الشط اللي نركب منه عشان ايه جه بقى ايه عشان يركب المركب. زرع صغير بقى يحمل مثلا قول 50 70 لحد ما ركب. اول لما جه الزرع ركبنا الزرع وبتاع ودخلنا وركبنا المركب حاطين ما بين الزرع والمركب زي معديه كده انت بتعدي عليها. فانه بيشد المركب بحبل، بيشد المركب اللي هي الزرع دي بحبل بيطلعها فوق شويه عشان كده المركب اللي احنا كده ايه كانت عامله. ايوه. بيطلعها فوق شويه ويحط لك معديه كده ايه تعدي عليها. المهم ان انا شفت ناس بتقدم تعدي على المعديه وبتاع. انا بعدي على المعديه ورجلي فلتت وايه وكنت لسه قاعد في البحر. انا رجلي واحد من الغربيه الله يعني الله يمسيه بالخير يعني. والله راجل يشكر على ده يعني لسه ما كنتش جيت ايطاليا اصلا. الراجل دوت راح جاي الله يمسيه راح جاي ايه شددني انا ايه وانا بعمل على المعديه شدني راح جاي من ايه راح جاي حاطني في المركب وطلعت المركب. لا ده كان لسه كان في عدد احنا طالعين 950 بني ادم. 950 على مركب 21 متر. اقسم بالله مركب 21 متر. 950 واحد يعني في المركب 3 ادوار المركب كانت طولها 21. سواء كان مصري سواء كان مصري اسكندريه من رشيد. هم نفسهم هم في كل حته هم نفسهم السواقين بتوع كل المراكب على فكره. أيوة. مصريين. دي حقيقه وشغالين مع الليبيين. ايوه المهم جه المركب كانت اول يوم يعني ما فيش واحد في المركب ما قعدش يستفرغ ويرجع كده. ما كناش يعني مع اننا اصلا ما كناش اصلا ولا بناكل. ما كانش في اصلا ولا بناكل بس ما كناش قادرين نستحمل يعني. الاكل بقى اللي جه على المركب كان ايه؟ المركب اللي جه على المركب كان ليك في اليوم 3 بلحات وزيت عصير ورغيفين عيش. 3 بلحات وزيت عصير ورغيفين عيش. قعدت قد على المركب؟ انا قعدت 10 ايام. 10 ايام على المركب. 10 ايام مع ان المهرب كان متكلم اهالينا وقال لنا احنا 3 ايام. احنا بعد 3 ايام دول بساعه اهالينا ربنا اللي كان يعلم بيهم بصراحه. ربنا اللي كان يعلم بيهم. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله كنا فين الحمد لله. بس يعني والله بعد 3 ايام ديت وساعه يعني كان في ناس من بلدنا انا كنت طالع معانا في كان كذا واحد من بلدنا كان طالع معانا. في ناس كتير قالت اللي احنا متنا وبتاع كده قالوا من ايه المركب غرقت وماتوا وبتاع. اصل المره اللي 3 ايام هيكونوا في ايطاليا. ايوه فاهمني. احنا بقى يعني مثلا عدت 4 يمكن المركب اتاخرت شويه. خامس السابع لكن 10 يعني قعدنا 10 ايام في الميه. لان قاعدين 3 ايام المركب على الحلاوه واقفين في الميه. اقسم بالله 3 ايام واقفين في الميه المركب ما بتتحرك. 3 ايام وعليها 900 واحد وعليها 950 واحد 3 ايام. وايه بقى يعني في ناس يعني اكتر من نصنا فقدوا الامل بربنا. فقدوا الامل خلاص قال لك احنا مش واصلين مش خلاص احنا ميتين. فاحنا مش واصلين. المهم جه علينا بعد اليوم السابع جت علينا ليله والله العظيم اقسم بالله ده رحلته كلها لحد النهارده عمري ما شفت ليله زي الليله ديت. الموج بقى بدا يعلى وبدات تخشنا جوه المركب. ايوه انا كنت طالع وانا راكب لابس جاكيت وفاهم وتيشيرت وبتاع. اقسم بالله واصل بالبوكسر والشيرت بحمالات. المهم اللي دخلتنا بقى نشيل بالجاكيت ونعصر يعني الواحد شاف ايام. المركب ملت ميه كتير. انت كنت قاعد تحت في الثلاجه ولا؟ انا كنت قاعد في الثلاجه بس الحمد لله مركب. انا كنت قاعد في نص جنب الشباك. والميه وصلت لحد النص؟ والله العظيم اقسم بالله كانت جايبه البتاع من قدام عشان المركب كانت بتفتح وتنزل تعبي ميه. ايوه تطلع وتنزل تعبي ميه. البوز جاي. ايوه يعني البوز كان والماء كان بيخش من الجناب من الشباك. ايوه
فالمهم في واحد من الشرقيه الله يمسيه بالخير، الراجل دوت يعني كان راجل مربي دوت تحس انه شيخ يعني كده. قعد اكتر من 3 ساعات والله العظيم ولا ساعتين يقول ادعيه، واحنا 750 واحد يقولوا وراه امين. عدى عليه اكتر من 3 سنين ونص عمري ما اتفتح الموقف. فضل واقف على جزء المركب ويقول ويدعي ادعيه والله العظيم لحد النهارده انا عمري ما انسى الموقف. المركب اتصلحت ازاي؟ مين اللي صلحها؟ مش اتصلحت، هي المركب دي اصلا 3 ايام يجيب يقول لك مش عارف ايه الموتور مش الموتور وبتاع. هو اصلا عايز يقف ممكن. فاهم الله اعلم بصراحه. جه في الاخر قال لك هنتصل على السلاسل اللي عليا. ردنا عليهم وكان معانا عيله سوريه، خلينا المسلمين كانوا بيتكلموا انجليزي اتكلموا معاهم قالوا لهم لا انتوا بعيد لازم تقدموا شويه. اول ما سمعت الكلمه ديت ثاني في نفس اليوم بالليل المركب اشتغلت ومشينا. ايوه تمام مشينا قدام شويه جالنا طياره هليكوبتر فوقنا بتصور المركب ده عامل كده. ايوه اول ما جينا الطياره ديت يعني فرحه يعني فرحه بجد بصراحه. ايه الفرحه ازاي لما شفنا الطياره خلاص كده احنا الحمد لله احنا في الارض الايطاليه وصلنا ايطاليا. جت بقى مركب الاستغاثه وزرعين. اول حاجه مركب الاستغاثه واقفه بعيد غاليه كبيره قوي فاهم. جالنا زرعين صغيرين تبع الحكومه الايطاليه خدونا بقى بقى يحملوا اول حاجه اول ما جم كانوا معاهم مترجم عربي الاطفال اول حاجه جم خدونا احنا الاطفال بقى يحملونا بقى يعني الواحد بقى كان نازل يعني جسمك كله شحم فاهمني. جسمك كله شحم ومتبهدل اخر بهدله من المركب بقى وليبيا اصلا لوحدها موضوع تاني حوار تاني فاهم. جينا بقى انا كانت رجلي مجزوعه ولاففها ودراعي دوت كان زي ما قلت لك كان مفتوح. فاول ما شافونا راح جايين واخديني طلعنا على جابوا لي اسعاف. اول حاجه جابوا لي اسعاف اوليه حطوني البديل بتاع كده لحد ما عشان نوصل جابوا لي الاسعاف. جينا طلعنا عارف انت هقول لك عارف انت الخرطوم اللي انت لسه بيه العربيات ده؟ ايوه ايوه نفس الخرطوم ده كلنا كده واقفين هم عاملين كده شحم كان بينزل علشان ينضفوا يعني شحم كان بينزل من كده والله. جينا بقى الحمد لله دخلنا ايطاليا الاسعاف جات لي خدتنا على المستشفى. وصلتوا سيشيليا؟ وصلنا لا في ناس اللي كانوا المركب اللي كان معايا كلهم وصلوا راحوا لامبدوزا وانا و70 واحد رحنا سيشيليا. ايوه من الزرع الصغير راح بين سيشيليا هم المركب الكبير حملت كله وراحت لامبدوزا. نزلت سيشيليا جت بقى الاسعاف جت خدتني ودتني على المستشفى خيطوا لي دراعي وكبسوا لي رجلي يعني مش تكبيس اللي هو يعني لفوها لي. كانت تعباك يعني بس كانت تعبانه من الجري فيه. وبعدين كده دخلت سيشيليا ورحت راح ودوني مركز استقبال كوميتاي وبتاع وجابوا لي لبس واكل وشرب وبتاع وكده. والدنيا بقى في الكوميتاي انت في الكوميتاي لسه ولا خرجت؟ لا انا دلوقتي خرجت عديت السن. الكوميتاي كان الدنيا حلوه؟ والله انا في الكوميتاي دخلته زي الزفت وفي كوميتاي دخلتها حلوه. يعني هم اللي بيغيروكوا حته الكوميتاي دي ولا انت اللي؟ لا هم اللي يعني بص انا سيشيليا لما دخلت سيشيليا فدخلت فانا بقى فاهم جاي ناس صحابي من الشرقيه يقولوا لنا احنا هنروح ميلانو. ايوه فيلا نروح ميلانو كلنا سوا. يلا نروح ميلانو ده لهم بالورق بسرعه ومش عارف ايه وكده. يلا نروح ميلانو. اول حاجه خدت رايه امي وبتاع وكده يا ابني شوف طريقك وانت انا لازم شايف الدنيا واتكل على الله. فقلت لها دعوتك بقى يوم معايا وصلنا نسيبها على الله. فجينا وصلنا ميلانو قلت واحد صاحبي من الشرقيه قال جه عمو قابلنا في ميلانو هنا في الشنترالو. فراح جاي قال لك انا هوديكوا مكان كويس في الخبر في على طول بيرجم اللي احنا بتاعها حاليا. جينا بقى دخلت بيرجم هنا وجه سلمني في الكسوره بتاعت بيرجم. احنا عشان هم دلوقتي عرفوا الوضع في البحر وفي ليبيا عامل ازاي برضو كان التوانسه والمغاربه وكلهم حكوا لهم. فقول لهم بقى انصحهم بحاجه من ادهم بعد اللي انت شفته ده كله وانت في سنك الصغير ده. انصح لهم بحاجه اللي بيفكر ان هو يصحى الصبح كده يروح ياخد المركب اول مركب طلع خدني معاك لايطاليا. قول لهم نصيحه للناس دي. والله بص هو في الاول في الاخر كل واحد يبقى شايف حاجه عايز يعملها مهما نصحته 100,000 مره هو عايز يعملها. لا احنا بس بنعرف الحقيقه. احنا ان ليبيا اقسم بالله انت رايح لموتك برجليك. اقسم بالله انت رايح لموتك فعلا برجليك فاهم. وفي يعني وممكن فيها اصل كل حاجه بإرادة ربنا ممكن فاهم كل حاجه دي بإرادة ربنا يعني ممكن انت فاهم تروح ليبيا ربنا يستر معاك وتوصل وترجع فاهم. بس ان انت تغامر بحياتك اصل ديت خطر يعني مكان اصلا ان انت رايح تموت نفسك بايدك. سيبك انت من البحر. لقيت ايطاليا زي ما انت كنت متخيلها؟ ايطاليا
ايطاليا انا قعدت يعني بعد ما خرجت من الكونسرت طبعا يعني سيبك انت من اللي فاهم اللي يقول لك على ايطاليا ومفيش منه. اول مساعده لما وصلت لحد النهارده مفيش يابا فاهم. سبتها على ربنا بس انا طولت في الشارع. انا بقى اصلا بسبب الشارع جالي اكتئاب ولا عايز اشتغل ولا عايز اروح ولا عايز دلوقتي احسن الحمد لله. بس خلاص نحمد ربنا. الحمد لله. تسلم ادم على الكلمتين دول. انت اللي قد الدنيا واللي انت عملته على فكره مش سهل ومش اي حد يابا الحمد لله. الحمد لله انه عدى. بس والله الايام دي تخلي الواحد فاهم يبقى راجع كده على نفسه. الواحد هو يجري على مستقبله وتخلي الواحد عنده عزيمه وحماس اكتر فاهمني. بس هو ده المطلوب هو ده اللي مطلوب وده اللي المفروض الناس تفهمه. بعد ما حد يعدي بدل ما يجي هنا يخرب ويعمل مشاكل، لا انا مستقبلي هناك اهو، انا عايز اوصل للحته الفلانيه دي مش ناحيتها. نشوف الصومه احنا في بحيره الحومه. سلام، اسمي رضا. رضا سي. اهلا بك رضا. من المغرب. من المغرب؟ من كازابلانكا. احلى تحيه لكازابلانكا. كازابلانكا على فكره عندنا مشهوره يعني عندنا المغرب كازابلانكا على طول. شكرا. العاصمه. اهلا. احكي لنا بقى رضا، انت رحلتك كانت عامله ازاي؟ ولا انت جيت ازاي اصلا؟ انا جيت بحر. جيت بحر. بقالك قد ايه في ايطاليا؟ سنه ونصف. سنه ونص هنا في ايطاليا. ايه القرار؟ انت بتفهم مصري الاول ولا لا؟ نفهم. خدت قرار ان انت تيجي ايطاليا ازاي؟ انا كنت في المغرب ندور في المغرب كنت شغال ايه في المغرب؟ ما كنت شغال موال. انت عندك كام سنه؟ انا 19. عندك 19 سنه. يعني انت جاي وانت 17 سنه ونص. جيت 17 سنه ونص كده. انا كنت ندور في المغرب ونحوس ومانيش عارف شيء. ما لكش شغلانه يعني. الشغل نمشي ندور في المغرب. و 2023 رحت لتركيا. رحت لتركيا نحب نحرق. أيوة. ومن بعد شدوني في بلغاريا وبلغاريا ردتني لتركيا وتركيا ردوني المغرب. رجعت يعني لفه فوق العالم على الفاضي. فوق العالم على الفاضي ردوني المغرب. من بعد ريحت في المغرب ريح جالس في المغرب. ومن بعد شفت حرقه بحر. شفت تطلع من المغرب على ايطاليا؟ المغرب اسبانيا. انا عملت المغرب اسبانيا. بقيت ندور نقلب ولقيت حرقه. طلعت منين من المغرب؟ من انهي بلد؟ من اجادير لاسبانيا. قعدت قد ايه في البحر؟ 3 ايام. 3 ايام في البحر. مسافه كبيره برضه مش مسافه كبيره. وكانت مركب كبيره ولا صغيره؟ لا صغيره. نحن 50 واحد. كنت 50. معك صور ولا حاجه؟ لا بعدين ابعتهم لي وانا ابقى اخد الفيديوهات بتاعت الرحله وهوريها لكم برضه يا جماعه. الفيديو ده مهم جدا. قول لي بقى قصتك انت ايه قصتك في اللي حصل بقى بعد بلغاريا وتركيا واللي رجعوك المغرب؟ قعدت ايه اللي حصل؟ والفكره جت ازاي وعملت ايه بالظبط؟ انا هسمعك. انا اول مره رحت لتركيا دوست في الغابه. شدوني البوليس. اعطوني العصا كده على ظهري. فيك تضحك سالم. اعطوني العصا على ظهري ويضربوك ويطلقوا عليك الكلاب. ده فين؟ في تركيا. يطلقوا عليك الكلاب في الغابه. طلقوا عليك الكلاب. احنا كنا غادين في الطريق في الغابه. وقفوا علينا البوليس بالكلاب وبالبيستوله. بالحدود بين تركيا وبلغاريا. بين تركيا وبلغاريا. نحن غادين في الغابه. جبدوا لنا بيستوله وبداو يضربوا في السماء. يقول لك وقف ما تهربش. كنتوا بتكملوا تهربوا برضه عشان واحنا نهرب وهم يطلقوا. عشان انت تهرب يطلقوا عليك الكلاب. وبعدين مسكوكوا في الاخر؟ مسكوا 7. نحن كنا 12 واحد. شدوا 7 و4 هربوا. شدوا 7 هربوا وبيسرقوا لك البوليس. يسرقوا لك التليفون والاكل بتاعك والملابس بتاعك. يسرقوا لك الكل. سرقوا كل حاجه. ده البوليس اللي هو التركي؟ بلغاري. نحن كنا في الحدود فاهم. وما في الحدود فما جرياج الحدود كاين بوليس بلغاري. مسكونا في الحدود. عطاونا العصا. طلقوا عنا الكلاب. وحيدوا لنا التعذيب. عذبونا. من بعد هزونا في ماكينه في طوموبيل.
اسمها بالمصري مش عارف. المكنه، طب مكنه اسمها عربيه؟ عربيه معلم، عربيه. هزونا في العربيه وردونا لتركيا الى الحدود التركي. طلقونا في الحدود التركي ونحن مش عندنا تليفون، مش عارفين اي حاجه، مش عارفين وين باش نمشي وين باش من بعد التقينا مع واحد سوري من سوريا. ايوه من سوريا عنده عربيه. قال لنا وين عايزين تروحوا؟ قلنا له احنا عايزين نروح المكان وين كنا نسكن ونحن. أيوة. في مش عاقل الاسم، في منطقه يعني في منطقه في تركيا في اسطنبول. بعدين منطقه في اسطنبول. من بعدين هزنا بالعربيه ادانا المنزل ب 300 يورو الواحد. 300 يورو الواحد. 300 يورو الواحد عشان بس يوصل كل مش حاجه توصل. اما في الاول نحن فاش كنا جايين في الغابه من يحطونا في الحدود، كنا جايين في الغابه مش عندنا تليفون، ان احنا نكملوا الطريق بالاذان. لما نسمع الاذان نمشيوا على الاذان عشان توصلوا عشان يعني. نوصل البلد ولا فيلاج ولا حاجه يعطيونا الاكل. ومن بعد راح بينا هذاك السوري البيت وعطيناه الفلوس. من تركيا؟ من تركيا شدونا البوليس عاوتاني في تركيا وردوني المغرب. يعني تركيا رحلوك على طول المغرب. بعد رجعت المغرب؟ من بعد رجعت المغرب ريحت جلس في المغرب. خسرت كم فلوس في اللي خسرت حصل ده؟ 2000 يورو. 2000 يورو. 2000 يورو في الرحله التركيه. الرحله التركيه لديك. بعدها قعدت شويه بقى في بعدها المغرب. قعدت 6 شهور. انا رحت لتركيا شهر 12 2023 وشهر 1 رجعت للمغرب وشهر 3 حرقت. من شهر 1 لشهر 3. ايوه قعدت في المغرب 3 شهور. 3 شهور في المغرب. قعدت 3 شهور وجاتني حرقه هذيك من اكادير على البحر. قلت اروح بقى اجرب حظي. اروح على نجرب. خلصت. دفعت كام؟ دفعت 4500 يورو. 4500 يورو من المغرب لاسبانيا. دفعت 4500 يورو. قعدت شهر انا دفعت الفلوس وشهر نستنى في الحراق يكلمني، في المهرب يكلمني. أيوة. من بعد كلمنا حيت كان البحر مش كويس. أيوة. كان البحر خطير. البحر كان خطير. من بعد كلمنا لما تقاد البحر كلمنا. كنتوا كام واحد؟ 30؟ كنا 50 واحد. 50 واحد على باركة صغيرة مش كبيرة. السفر له طرق كتير، في اللي بيهاجر بطريقة قانونية وفي اللي بيغامر بحياته وسط البحر أو في الصحراء. كل طريق شكله مختلف، بس الحقيقة إن كلهم فيهم مخاطر. مفيش طريق سهل ومفيش ضمان للنجاة. ومن بعد نحن رحنا في أول نهر بتاع رمضان. أيوة. نشوف الصومة احنا في البحر الحومة. أيوة. والنهر شهر مش رمضان، هذا رمضان اللي ب 2023 2024. من بعد كلمنا المهرب ورحنا. احكي لنا بقى البحر كان عامل ازاي؟ البحر ضربنا النهر الاول كان البحر تمام كله تمام. نهار ثاني بدا يطلع البحر، يطلع علينا البحر، يطلع. وكان معانا طفل صغير لديه 5 سنوات وامه. 5 سنوات وامه كانوا معانا. من بعد اين غاديين ويطلع علينا البحر. يطلع يعني حد كان بيعامل الست دي معامله مش كويسه مثلا؟ حد حاول يعمل معاها لا نحن كنا 7 اشخاص من نسكن في نفس المنطقه بتاعتنا، في نفس المنطقه بتاعنا، فاهم؟ نعرف بعض منه البعض. الكل تحمينها يعني. نعرفوا. والله يكتر الف خير. بعد كده وصلتوا بقى فين في اسبانيا؟ في تينيريفي. كان في مراكز استقبال برضه؟ كلمتوا بوليس؟ كلمنا البوليس. نحن في البحر كان معانا تليفون معانا سيم. ايوه كارت سيم تكلم في البحر وخنته. أيوة. في البحر من تقرب المكان هذاك لازمك تكلمه. وكلمناهم وجاوا لينا. خدونا بقينا نستناو وجاوا. واحنا لحنا الكل، لحنا البنزينه،
لحنا الموتور، لحنا الكل في البحر. ايوه رميتوا كل حاجه. رمينا كل حاجه عشان ما لما يجيوا هما ما يعرفوش شكون كان يسوق بالموتور وشكون يسوق الباركه وشكون كله قاعد مع بعض وكله زي كله بعض. مع بعض، نحن الكل حراقه. ولما يسالونا شكون المهرب وشكون هذا نقولوا لهم المهرب راح مشي سابنا ومشي. قالونا مراكز استقبال، الاكل الشرب، اكلونا شربونا، اعطونا الملابس، اعطونا الكل. من بعد جلسنا معاهم 3 أيام في المركز ونقلونا لمنطقه اخرى. نقلوكوا فين؟ لانزاروتي. نقلونا لانزاروتي وقعدنا معاهم شهر بتاع رمضان الكل. الشهر بتاع رمضان قعدنا معاهم الكل. من بعد رمضان روحوا بينا لإسبانيا مدريد. راحوا بكل مدريد اسبانيا. اسبانيا الام يعني الام ديك النورمالي، حيت الاخرين جزيرات فاهم. ايوه جزر هذوك. من بعد دوزنا معاهم رمضان روحوا بينا. وانت جيت بقى من اسبانيا على ايطاليا ازاي؟ انا قاعد 3 شهور في اسبانيا. قعدت 3 شهور بس في اسبانيا. 3 شهور في اسبانيا. انا كنت مينور، اما انا ما كنت صغير، اما انا ما حبيتش نقعد في اسبانيا. ما عجبتكش؟ ما عجبتنيش، بقيت ندور في اسبانيا. ومن بعد قررت نمشي لايطاليا. فجبت بعضك وجيت؟ قررت نمشي لايطاليا. طلعت اول مره من حدود اسبانيا لفرنسا، شدوني البوليس الفرنسيين. ايوه ردوني لاسبانيا. ايوه يعملوا لك بصمات كذا ويردوك لاسبانيا. المره الثانيه شدوني في اسبانيا، شدوني عاوتاني في الحدود البوليس، عملوا البصمات لقاوني ديجا مبصم المره الاولى. أيوة. لما شدوني لقاوني مبصم. ومن بعد عطاوني ورقه لازمني نخوي فرنسا 48 ساعه نخوي فرنسا. لازم تسيب فرنسا نسيب فرنسا. وبقيت غادي مكمل من فرنسا. دخلت لفرنسا بقيت غادي مكمل. ضربت بايون، بوردو، مارسيل، نيس. من بعد دخلت ايطاليا فينتيميليا. قعدت تعدي بين المدن من المدن بالقطارات وكذا. الفيديو ده معمول عشان بس نعرفهم اصلا يعرفوا الناس. والله انا نقول لهم الحقيقه، الكل حقيقه، ولا ازيد ولا اقل، الحقيقه وبس. الحقيقه اللي نقول انا والله. بس انا اتشرفت بيك. الله مروح المغرب خلاص. مش هتقعد تاني في لا إيطاليا؟ ماشي نعمل فاكانسا ونرجع. والشباب توانسه والجزائريين كل العرب، النصيحه اللي نقول لكم فما حرقوا من البلد. طلعوا بحر تركيا، اما خدموا العقل يخدم. الكل لازم يحرق يجي لاوروبا. عملوا فلوس هنا في اوروبا، فما الفلوس ولكن بدون ريسك. اما كان ريسكي حاجه مكتبها لك الله سبحانه وتعالى بالشوقه، فاهم؟ صح. اما حاجه مكتبها لك الله بالشوقه ريسكي، وربي يدير لك شويت على خير. اما ربي مكتب لك باش تموت نهار هذاك. ان شاء الله ربي ييسر الكل، وان شاء الله يسهل عليكم ربي الكل. اعملوا ابوني، ديروا لايك، عرفوا النار، اعملوا ابوني واعملوا شير واعملوا سبسكرايب وما تنسوش البارطاج. خلينا نوصل صاحبي، وخلينا الناس الكل تعرف شنو. مع السلامه. السلام عليكم. الله يسهل عليكم.